طبعا يا جدعان في ناس كتير بتشتري مكن جديد وما بتبقاش عارفه تلينه ازاي، وبتاخد المكنه وتركب على طول وتديها الخامس وتطلع تجري وتطلع الدائري والمحور. طبعا قلنا كل ده غلط، ومدى للمره الف يا جدعان ده غلط ده غلط. وزبون واخد من عند المكنه تلاقيته عمال يا عم بتعمل ايه يا عم؟ اللي انت بتعمله ده غلط ومش صح برده، ومش عايز اقتنع. طب يا جدعان عشان خاطر كده انا قلت له انت هتستلم المكنه والله يسهل لك طريقك، انت استلمتها من عندي صوتها عامل ازاي، ما تجيش تقول لي صوتها اختلف. الناس اللي عايزه تحافظ على المكنه والناس اللي عايزه تلاقي ان المكنه تلين صح وتطمن ان المكنه ما فيهاش الهواء، وان المكنه عايز اقول لك على حاجه، حتى لو المكنه اتش جي، حتى لو المكنه فرز عاشر مش فرز تاني ولا فرز تالت، بس المكنه تعيش معاك وتلاقي صوتها جميل جدا وتيجي تبيعها انت تبقى مرتاح، ما يبقاش فرق بينها وبين الاستيراد حاجه، ان انت لازم تلاقي تلين صحيح. ايه هو التلين الصحيح يا جدعان؟ قلنا مليون مره، اول حاجه انت بتشتري المكنه من المعرض صح، بتيجي تدورها. اول حاجه قبل ما بتدورها بتطمن الزيت اللي فيها كتير ولا شويه، مقاس الزيت. هتقول لها اطمن ازاي؟ بمقاس الزيت. بعد ما تطمن بمقاس الزيت ان فيها كتير او شويه بتدور. طبعا لو شويه ما بتدورش عليه، لو شويه ما بندورش عليه. لو تلاقيت مقاس الزيت مظبوط بندور عليه المكنه واحنا واقفين من غير ما تزود اي حاجه خالص، بتسيبها بتاع حوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجه، يا دوب الموتور بيدفى. اول ما الموتور بيدفى او يسخن شويه بنعمل المكنه ستوب وبنفصلها، وبعد كده بنغير لها زيت. بتغير لها زيت، ما بتلاقيش على زيت الحفظ، لا بتغير لها زيت وتحط لها زيت خفيف شيل ادفانس، او طبعا قلنا الهوف لاين او الولف لو انت الحاله الماديه عندك كويسه. بعد ما بنغير زيت بنيجي ندور المكنه بنربط الدبرياج 3 4 دقائق. في ناس كتير ليه بنربط الدبرياج ده غلط يا جدعان، بنربطه 3 4 دقائق بنفتح ورق الدبرياج. انا لما بشد الدبرياج ايه اللي بيحصل؟ ورق الدبرياج بيفتح. حطيت زيت جديد، عايز الزيت القديم ينزل وتحط لها زيت جديد بحيث ان ورق الدبرياج يعيش معايا عمر طويل، يعني يفضل معاك بقى فتره كويسه جدا. حطينا كده ودورنا حوالي 5 دقائق بالمكنه. المكنه طبعا بعد ما بنغير لها زيت والمكنه واقفه برده لحد دلوقتي ما عملتش فين ولا اديتها غيار. المكنه واقفه بتدور مثلا بتاع حوالي ساعتين، طبعا بتملى لها التانك وتسيبها مثلا ساعتين. بعد كده المكنه بتكون سخنت بتقفلها تبرد، ونكرر الموضوع ده من مثلا من 5 ل6 مرات. خلاص كده المكنه كده بتاعتنا لينت كويس. بعد كده بنغير لها زيت تاني. ايوه انا عارف ان الموضوع مكلف شويه بس انت بتعمل حاجه صح، بتغير زيت تاني. بعد ما بتغير زيت تاني بتبدا تدي المكنه غيار وتمشي عليها واحده واحده، برده ما بنقرصش على المكنه لحد ما المكنه تعدي مثلا بتاعها مثلا 500 600 كيلو. طبعا هو في الكتالوج بيقول لك من 1600 ل 2000 كيلو، بس ده طبعا رقم كبير جدا انك تجيبه. وطبعا انت جايب المكنه عشان خاطر تمشي وتروح بقى الشغل وكده، فعادي لو وصلت ل 500 600 كيلو وتبدا انت تزود بقى واحده واحده. بعد ما توصل ل 500 600 كيلو ان شاء الله باذن الله بعد كده تزود براحتك، وعايز تجري اجري براحتك. اهم حاجه يكون في عقل وما تزودش للمكنه واقفه، ولا انت رامم دبراش وتزود عشان خاطر ما نكسرش صباب، ولا عشان خاطر ما تلاقيش المكنه جابت معاك بيستم بسرعه ولا حاجه. هتلاقي المكنه صوتها كويس جدا. طبعا انت لما بتلاقي انت ليت صحيح البيستم هو طالع ونازل طبعا بيبقى واخد زيت جديد، فبيبقى حاجه نظيفه جدا. ودي افضل طريقه تلاين بيها وسريعه، مش هنقعد بقى نحكي ايه 3 ايام، هي سريعه ومفهومه. اتمنى ان انت تلاين على كده وان شاء الله باذن الله والله هيعجبك جدا، وهتلاقي المكنه جميله جدا والمكنه محترمه جدا. طبعا يا جدعان لو عجبك الفيديو عجبك المعلومات يا ريت يا جدعان نشير الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد. عايزين يا جدعان الناس كلها تلاقي تلين صح عشان خاطر ما يجلاش المكنه. طبعا انت شاري المكنه ودافع فلوس فيها، دافع فيها دم قلبك فاهمني، فلاقي تلين صح عشان المكنه تعيش معاك 10 سنين، تعيش معاك 5 سنين من غير ما تشتكي منها ومن غير ما تعمل لك صداع، من غير ما تروح الميكانيكي ويربط له يعمل لي انت في خالصه انت فاهمني. فيا ريت يا جدعان الناس كلها تعمل شير يا جدعان، الناس تعمل متابعه ولايك عشان خاطر تشجعنا ان احنا ننزل لك حاجه تانيه.